fellow Zamalek fans. I'd like to thank you for having me. I really enjoy representing the club, and I really had a lot of fun the last 2 or 3 matches, and I'm looking forward to the up-and-coming matches against El Ittihad and Ali. Please support us. We are fighting, and thank you for supporting us. Thank you so much. Are you happy in Egypt? I'm very happy. Are you ready for Ali and Ittihad? Yes, I am. Okay. Thank you. Thank you. All right. النهارده كان ماتش الزمالك وطلائع الجيش في صاله نادي الجيش ضمن منافسات الدوري المصري، والزمالك قدر ان هو يحقق نتيجه بسكور كبير كمان على الطلائع وقدم مباراه كويسه. ده كان لقاء صغير كده مع اوجماي بعد المباراه. اوجماي كان افضل مسجل المباراه واكثر لعيب جاب نقط في الفرقتين، يعني سجل 23 نقطه وقدم مباراه كويسه. يعني هو في الفيديو بيتكلم ان هو مبسوط ان هو في مصر ومبسوط في الدوري المصري، وان هو بيوعد الجمهور ان هو ان شاء الله هيبقى جاهز للماتشات الجايه خاصه قدام الاهلي وهو الاتحاد، وهو عارف ان الماتشين دول الاهلي والاتحاد هم الفرقتين منافسين للزمالك. بالنسبه للحياه في مصر كنت اتكلمت معاه وشاف مصر برد شويه، قلت له يعني انت جاي من امريكا شاف ان مصر برد. ولكن بالنسبه للنادي وتعاملاته مع النادي شايف ان الدنيا كويسه ومرتاح مع الجهاز الفني ومرتاح مع اللعيبه، ونوعا ما واحده واحده بيتحسن. هو بيقول لي بقى له 6 شهور ما بيلعبش، طبعا اخر ماتش لعبه كان شهر 5، وبالتالي يعني رتم المباريات واحده واحده بقى يجي، وهو بيتحسن مع الوقت كل مره بدنيا وبيتحسن، نسب الشوط بتاعه بتتحسن. فان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله يكون ربنا يوفقه الفتره الجايه، وان شاء الله الفرقه كمان تفوق معاه والفرقه تتحسن معاه. وهو اضافه كبيره طبعا للدوري المصري مش بس للزمالك، لعيب زي اوجماي ان هو يجي مصر اضافه مهوله جدا للدوري المصري، احد نجوم الNBA درافت رقم 3 سابقا في الNBA.